فينا مليء بالاحداث والقيم التي لا بد ان نستنتجها من التاريخ، وهي الوحده الوطنيه، حب الوطن، الانتماء. اعزائي الطلبه والطالبات، النهارده هقدم لكم عمل مسرحي بعنوان كفاح شعب مصر. قد ايه شعب مصر ضحى بشهداء عظماء لنظل مصريين، واللي يحكمنا مصري بس. تمام كده. اول حاجه مع مجموعه الزعماء الوطنيين والصف الثالث الابتدائي ومحور هام وهو كفاح شعب مصر. واول حاجه المماليك. اتفضل. المماليك والفرج العظام التجاره والشهرين والامراء والخلفاء والحكومه بوظيفتها. تمام. في مرحله عشناها يا اولاد، مرحله المماليك بعد سقوط الدوله الايوبيه. ننتقل لفتره عاشتها مصر بعد المماليك وهم العثمانيين. العثمانيون قبائل من نفس الوقت وسموهم العثمانيين نسبة إلى مؤسسة عثمان بن عفان. تمام. نيجي بقى على دور الزعامة الوطنية في مصر والتضحيات اللي قدموها منه، والزعيم محمد قريب. اتفضل. أنا الزعيم محمد قريب وذاك الحملة السياسية في عرب الشباب. تمام. ده تحية كبيرة للزعيم محمد قريب. نيجي بقى على الاحتلال الفرنسي على مصر. هيعرفنا نابليون بونابرت ايه الاسباب المعلنه للحمله الفرنسيه. وإنشاء حكومة وطنية يكون الحكم فيها المصريين. تمام. نيجي بقى على الاسباب الحقيقيه. تعالى. دي اسباب معلنه اللي هي كانت بتساعد نصر الديمقراطيه والحاجات دي. نيجي بقى على الاسباب الحقيقيه. على الأسباب الحقيقية زيت إلى مصر تهديد مصالح إنجلترا، تكوين مستعمرة فرنسية في الشرق ويكون مركزها مصر. تمام. هو ده السبب الحقيقي اللي لم يعلنه نابليون بونابرت. نعرف خطوات نفسه الاحتلال الانجليزي على مصر. أنا قائد الأسطوري الإنجليزي الذي دمرت الأسطوري الفرنسي في موقعته وفي البحرية. تمام. نيجي بقى على نظام الحكم قديما، هيئات الحكم. أنا هيئات الحكم العمال الرجال والنساء: 1 الوالي أو الباشا، 2 الزعيم، 3 الحاملة الثانية، 4 المماليك. تمام. شكرا. نيجي بقى على الوالي. تعالى. وانتوا قد ايه؟ الوالي. اتفضل. أنا الوالي نائب السلطان في الولاية ومسار حكم الأنقرة، وتتراوح مدة حكمي بين عام و3 أعوام. أنفذ قرارات السلطان، أحافظ على الأمن، أنصر القرار، أضع الديوان الرقابة. تمام. الوالي ولكن هو الرئيس الحالي. نيجي بقى على محور بقى خالص. الديوان بقى اللي هو مجلس الشعب. الديوان يتكون من كبار وكبار موظفين الأعيان، من يكون له سلطة ومراقبة الوالي. تمام. المراقبة اللي هو مجلس الشعب حاليا. نيجي بقى على محور آخر وهي الحامية العثمانية. الحامية العثمانية تتكون من فرق عسكرية منها مهمات دفاع عن البلد. تمام. اللي هو الجيش المصري يحيى تعيشون الوطن. نيجي بقى. تعالى يا عثمان. هتقولي لنا محور ايه؟ معركة برج دار. أنا معركة برج دار كنت 1516 دي شمال آسيا، كانت كنت بين العثمانيين والمماليك، وانتصر فيها العثمانيين على المماليك. تمام. شكرا. نيجي بقى على آخر والي مصر بعد الحملة الفرنسية الفترة. أنا محمد علي، أنا محمد فرنسي. تمام. بعد النهاية يا جماعة نستخلص أن نعترف بتاريخنا المجيد. أولا نعترف بماضينا ونفتخر بحاضرنا ونبني مستقبلنا، فأنتم بناء المستقبل. شكرا لحضراتكم.